فاكر زمان لما كانوا بيقولوا لنا ان الطفل المصري ده اذكى طفل في العالم؟ تفتكر الجملة دي كانت بجد ولا دي اشاعات بنطلعها على نفسنا وكده؟ تيجي نعمل المقارنة دي كده ونشوف هل الكلام ده بجد ولا اي كلام. انا عصام الدين احمد، جهز كوباية الشاي او كوباية القهوة ويلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنتكلم مع بعض على تكملة سلسلة الفرق بيننا وبينهم. في المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن التربية بقى والأسرة والعلاقات وكده. النهاردة ممكن نخش أكتر في حتة العمل بقى والقدرات العقلية والذكاء والكلام الجميل ده. قبل ما نبدأ بقى تعالوا نفكر في إجابة السؤال اللي اتسألناه في الأول. هل الطفل المصري أذكى طفل في العالم؟ إجابة السؤال ده بقى أنت ممكن تجاوب عليها بنفسك. افتكر كده أيام زمان، ارجع بالذاكرة 20 سنة لورا وأيام المدرسة الجميلة. هل الطفل اللي كان بيبقى معاك في الفصل ده يعتبر أذكى طفل في العالم؟ طبعا الإجابة واضحة، إن الطفل المصري هو طفل عادي جدا من غير هزار. يعني الطفل المصري هو طفل عادي زيه زي أي طفل، كلنا زي بعض. القدرات العقلية واحدة، الفكرة كلها بتبقى في التربية وبتبقى في الاجتهاد والمذاكرة والعلم وقد إيه أنت بتطور من نفسك. يعني حتى فكرة أصلا إن يبقى فيه إنسان ذكي دي فكرة مش منطقية. بتلاقي إنسان ذكي في مجال معين وفي حاجة معينة وفي وقت معين، لكن لو خدت الإنسان مثلا ذكي في الرياضيات مثلا وكلمته عن الجغرافيا، فاحتمال كبير تلاقيه أغبى إنسان على الأرض. فالموضوع لا، الموضوع يعني ملوش معيار ان انا اقول ان في جنس معين هو الاذكى او جنس معين هو الاغبى. لا، مفيش كده خالص طبعا. بس مثلا ممكن عوامل بيئية وعوامل التربية والعلم والدراسة والكلام ده تأثر على ان حد يطور نفسه او ما يطورش نفسه. بس يعني خليني بقى اطمنك وابسطك ان مثلا انا زي ما قلت قبل كده ان انا هنا في المانيا بقالي 6 سنين. فبشوف هنا المصريين بسم الله ما شاء الله ناجحين جدا وشاطرين جدا واذكى واشطر من المان كتير في مجالات كتير طبعا. يعني مثلا الدكاترة المصريين هنا معروفين ان هم شاطرين جدا، وحتى جنسيات كتير بتفضل ان هي تروح لدكاترة مصريين. في مجال التكنولوجيا مثلا بتلاقي المهندسين مثلا مصريين شاطرين وعادي بينافسوا جنسيات كتير وممكن يبقوا اشطر من الالمان ومن الاوروبيين في حاجات كتير برضو. بس برضو يعني خلينا نكون صادقين ان المقارنة هنا مش عادلة. يعني ما ينفعش مثلا ان احنا نقارن جزء من المصريين اللي هم مثلا بالفعل يعني قدروا ان هم ينجحوا في حاجات ويخشوا انترفيوز مثلا او يدرسوا او يطوروا من نفسهم عشان يقدروا يوصلوا لان هم يسافروا بره ويعيشوا في بلد اوروبيه بشعب كامل. يعني فهنا طبعا المقارنه مش عادله. يعني مثلا لو جبت أذكى مثلا عالم هنا مثلا في ألمانيا وجيت تقارنه مثلا بالمصريين، فأكيد هتلاقيه أذكى من نسبة كبيرة جدا من المصريين، لأن طبيعي ده حد هو تعلم ووصل لليفل معين من العلم. فما ينفعش طبعا انت تقارنه بشعب كامل يعني. بس في المجمل لا، يعني كلنا زي بعض، اللي بيجتهد واللي بيذاكر واللي بيثابر في العمل وفي ان هو يطور من نفسه بينجح وبيحقق وبيبقى اشطر وانجح من ناس كتير يعني حواليه. فهي دي القصة يعني. فنرجع بقى تاني للمشكلة. طيب لو احنا دلوقتي كلنا نفس الليفلات وفي من هنا مصريين شاطرين جدا وفي ألمان وزيهم زي الأوروبيين وأشطر، ليه احنا بنبدأ نقل والناس دي بتبدأ تتطور وتعلى؟ فخلينا نبدأ كده بأحد أهم الأسباب لكده. هو ان نسبة كبيرة جدا من اللي بينجحوا في بلادنا بيهربوا على بره، ودي حاجة يعني كلنا عارفينها. يعني حتى تلاقي في الفترات الأخيرة في مجالات كتير في الرياضات كتير، تلاقي حد رياضي ناجح أول حاجة بيعملها إن هو بيروح يتجنس بجنسية أوروبية أو أجنبية ويبدأ يلعب باسمهم. وإيه الأسباب بقى لكده؟ دي كلنا طبعا عارفينها. أسباب منها أسباب سياسية، قلة الاهتمام بتاعنا. يعني حوار مثلا موضوع الرياضيين ده، تبص تلاقيهم اصلا هم منتخباتهم هنا في مصر ما بتساعدهمش وما فيش اي اهتمام مادي ولا معنوي ولا في اي حاجة. ما بييسر لهمش الاحوال. لما انت عايز يعمل حاجة، يخلص ورق، يخلص حاجة، الكلام ده كله في مصر بيكون معقد. لكن بره لما بيبقى في حد ناجح او في حد عنده ميزة معينة، فلا هم بييسروا له كل اسباب النجاح، بمدرب بقى خاص، بحاجات كتير.
حضرني موقف كده ان انا كنت رايح العب بطولة ايام زمان يعني، وبدل ما اتكرم وارجع بفلوس جزمتي اتسرقت وروحت حافي وركبت 3 محطات حافي. جميلة يا مصر، شكرا. طبعا بقى الجزء السياسي والاختلافات اللي حاصلة والكلام ده، حتة الأمان برضو دي حتة عليها عامل كبير بتخلي الناس تهرب. طبعا الفرق المادي إن أنت تاخد مكاسب وأرباح مادية طبعا بتختلف اختلاف رهيب لو أنت بتاخد من مصر طبعا عن لو أنت بتاخد من دولة أجنبية. فدي من الاسباب طبعا، يعني الناس كتير ما يعني اللي هو برضه ما تقدرش تعيب عليه، يعني مثلا الرياضي اللي بيروح يتجنس او كده، فانت ما انت ما اديتوش حقه، يعني انت ظلمته في بلدك وظلمته في حياته وممكن اصلا تبقى سبب في ان هو يفشل. فهو لا، هو عايز يدور على نجاحه وعلى مستقبله، بيروح يغير جنسية او بيروح يسافر بلد اجنبي او ايا كان. ومجالات كتير وناس كتير حاليا بقى هو ده الوضع فيهم، يعني ان هو اول ما بيتاح له فرصه ان هو يسافر او يتنقل على بلد بره بيتنقل. و فده طبعا ده اول سبب من اسباب اللي بتخليهم هم ياخدوا كل الشاطرين. وحاجه تانية برضو ان مثلا يعني مثلا وده مش على المصريين بس، يعني مثلا الشركه اللي انا شغال فيها من كل الجنسيات، فيها مصريين، فيها عرب، فيها لبنانيين وجنسيات كتير جدا، فيها برازيليين، فيها هنود طبعا، وبياخدوا برضو الهنود الشاطرين، في منهم شاطرين عارف، في منهم كتير بيعوقوا. هو ده الفكره ان انت عندك شعب كامل، عشان كده لما كنت بتكلم على حته المقارنه مش عادله، فلا في منهم شاطرين ودول برضو بيسافروا وييجوا يشتغلوا في شركات ضخمه، هتلاقيهم في مايكروسوفت وهتلاقيهم في شركات كبيره جدا مليانه هنود. فهي الفكره في كده. هنا بقى عندهم الميزات اللي هنا بيقدموها، مثلا حاجه انا برضو مش بقول بقى دي حاجه حلوه ولا وحشه، انا ما اعرفش صراحه في حته زي دي، ان هنا مثلا بيقدم فكره ان هو يدي الجنسيه لاي حد مثلا. فانت بمجرد ان انت تيجي هنا تشتغل وتعيش مثلا 6-7 سنين بتقدر بسهوله جدا ان انت تاخد الجنسيه بتاعت البلد، سواء المانيا او اي بلد اوروبيه. فدي حاجه من الحاجات اللي بتشد بقى الناس، اي حد مثلا، وهم بقى يعني هم عاملين الحاجه دي، وفي الاول وفي الاخر هم برضو بينقوا، يبدا بقى ايه، ياخد من كل بلد الشاطرين فيها يديهم الجنسيه، فهو يبدا ايه يطور من عنده، ياخد كل القامات وكل الناس اللي ناجحه في حياتها، فيبدا يحسن من بلده. فدي حاجه طبعا هي عامله فرق كبير. الحاجه التانية بقى هي الاداره. يعني انا صراحه بشوف معظم الادارات في مصر بتكون مش ناجحه، لان هي بتعتمد على فكره ان انا عندي موظف خلاص يعتبر بقى ملكي، فانا باخد الموظف بقى بالكرباج بقى، بعد ما فيش بقى ولا ليه اوقات راحه ولا ليه اجازات ولا ليه اي حاجه. يعني وظائف كتير انا اشتغلت في شركات كتير في مصر، في كتير جدا منهم اللي هو لا ما عندوش بقى حته اصلا ان في بعد 5 ومش بعد 5 وويك اند ومش ويك اند، هو التليفون بيتصل عليك في اي وقت ويطلب منك شغل في اي وقت. والمشكله هنا ان هو بيبقى معتمد على مبدأ ان احنا عندنا في عرض ما شاء الله كبير جدا، عشان في ايدي عامله كتير جدا في مصر وناس كتير بتقدم على الوظائف، فهو اللي هو ايه، انت مش هتشتغل بالطريقه اللي انا عايزها فخلاص همشيك واجيب بدلك 100. لان طبعا هو ايه، متاح له ان ناس كتير بتقدم على الوظائف، بس دي طبعا في الاول وفي الاخر اداره بتبقاش ناجحه. الناس ما بتحسش بالولاء، وبتبقى بعد فترة بيبقى خلاص كده ستريسد بقى وخلاص بقى يعتبر بقى كارت محروق، ما كاره الشغل، وبيبقى شغال بقى بمبدأ على قد فلوسهم. وبعد شوية حتى لو هيمشي ويجي مكانه فانت بتخسر اللي هي ايه، فترة التدريب وفترة الخبرة. يعني مهما كان لو حتى هتجيب شخص عنده خبرة، فمهما كان في خبرة اسمها اللي هي خبرة اللي جوه الشركة نفسها، ان انت عندك خبرة سواء بالبروجكت او بالشركة اللي انت هتشتغل فيها بطبيعة عملها وباللي انت هتشتغل عليه، فهو بيخسر بقى كل الفترة دي ويبدأ من اول وجديد مع موظف جديد. ويقلل بقى مرتبات الناس، وفي تعاملات بتبقى أسوأ كتير جدا. على العكس هنا بقى الإدارة هنا في أوروبا عامة قوانين العمل صارمة جدا، فأصلا اللي هو من بعد 5 دي هو أصلا ما ينفعش إن هو أصلا ما بيتصلش عليك بالتليفون ده إلا نادرا لو أنت عندك حاجة خلاص كارثية. لكن في العادي بيستخدموا طبعا اللي هي الشاتنج أبس دي، ويبعت لك مسج أو كده وخلاص، ويستنى أنت وقت ما ترد. وبعد 5 او في الويك اند بقى مفيش حته بقى ان انا هكلمه واطلب منه شغل. ولو في حاجه مثلا حاجه كريتيكال او كده، فبيبقى مثلا حاجه اسمها اون كول، بيخلي شخص يبقى اون كول وزي ساعتها بياخد فلوس على حاجه زي كده، وممكن يعوضه مثلا لو اشتغل يوم في ويك اند او حاجه يعوضه بيوم اجازه.
فهم بيقدروا جدا الموظف ده. غير بقى الايفنتات، يعملوا ايفنتات ويلموا الشركه مع بعض ويطلعوهم مع بعض سفريات، يطلعوهم مع بعض حاجات، فيبدا يعمل جو حلو ما بين الموظفين. فتلاقي الناس شغاله مع بعض بسلاسه، يعني ما تلاقيش المشاكل. يعني لكن مثلا في مصر مثلا الله اعلم برضو في شركات اكيد كويسه، بس يعني معظم الشركات صراحه اللي اشتغلت فيها بيبقى في جو توكسيك، خناقات بقى، والناس بقى بتعصفر على بعض، وناس عايزه توقع بعض وتطلع على كتاف بعض، وكله بيحارب. وتلاقي اصلا مثلا يبقى عندك في 2 تيمز مثلا في الشركه، تلاقي التارجت بتاع التيم ده ان هو يوقع حاجات في التيم ده، والتارجت بتاع يعني مثلا جو اللي هو مثلا الديفلوبمنت والتستنج، لو حد شغال في مجال التك يعني بتلاقي حروب بقى وحاجات كده غريبة ورهيبة. لكن هنا لا، في أوروبا صراحة الموضوع ما بيمشيش كده خالص، بيبقى كلها أكنه كله ماشي في إيد واحدة، ماشي في طريق واحد، ما بنحاربش بعض. احنا لا، بنحاول نحسن من بعض، ما فيش بقى نقف على لبعض على الواحدة، ولو حد غلط نعلق له المشنقة والكلام ده. لا يعني هنا بيعترفوا بحتة ان لا، انت اغلط عشان تتعلم، عشان بعد كده تتطور، عشان بعد كده تقعد تجرب. وبيشجعوا جدا فكرة التجربة، لو انت عايز تجرب حاجة، عايز تبتكر حاجة جديدة، لا يشجعك تعملها. مفيش جو ان احنا نمشي على سيستم ما نغيروش. فصراحة انا بشوف ان يعني على قد ما الموظفين المصريين عامة في كتير جدا شاطرين وناجحين، على قد ما لا، المانجمنت انا بشوف ان هو طريقته نفسها بتكون سيئة جدا في مصر. حتة احتكار الموظف دي ان هو بقى بتاعك، دي حاجة يعني نصيحة الشركات تحاول تعدلها وتحاول تصلح حاجة زي كده، لان انت اكتر واحد بتخسر. يعني هي الشركة هي اكتر حاجة بتخسر. الموظف ده خلاص ما عندوش اي انتماء وما عندوش اي ولاء، واول ما يبقى شاطر مثلا السي في بتاعه يبقى محترم، لو لقى وظيفة تانية هيسيبك وهيمشي في اقرب قطر. فلا، دي حاجة من الحاجات صراحة اللي بتفشل اي بيزنس عندنا. ممكن مثلا بقى ايه الحاجة الأخيرة بقى الثالثة، هي حتة الإمكانيات. وفي مجالات كتير يعني مثلا بلادنا وهنا لا، يعني مثلا لو نتكلم مثلا عن المجال الطبي مثلا، تلاقي مثلا لا، الإمكانيات اللي بتبقى متاحة هنا للدكاترة وللمستشفيات وللحاجات دي، فهي إمكانيات عالية، في صرف حكومي وفي اهتمام وفي حاجات كده. فدي تساعد، يعني انت حتى لو انت مش شاطر قوي او انت متوسط او كده، فدي تساعد. لكن في مصر عندنا طبعا الامكانيات بتبقى ضعيفة، مفيش بقى حاجات متقدمة، مفيش حاجات متطورة، مفيش صرف، مفيش الكلام ده، الا في بعض الحاجات الخاصة اللي هي بتبقى غالية، فاصلا مش متاحة للناس كتير. فيبدأ تحس ان ايه، ان احنا بقينا اقل فيها او اضعف فيها. وهكذا في مجالات كتير تلاقي وجود الامكانيات ووجود الصرف المادي ده على القطاعات بيبدأ يطورها ويبدأ يخليها احسن. فدي برضو من الحاجات التانية اللي بتفرق مجال البيزنس والاعمال وكده. اعتقد ان دي يعني من وجهة نظري دي النقط الرئيسية يعني اللي بتخلي في فرق. واكبر نقطة صراحة هي نقطة ان القامات بتبدأ تهرب من مصر دي. ودي يعني احنا لازم نشوف ايه المشكلة ونصلحها يعني. وللأسف المشكلة يعني اكبر من ايدينا. ف يعني على الاقل نحاول نعمل اللي في ايدينا. اصحاب الشركات اللي عاملين بيزنس، المديرين، الكلام ده، يبداوا يحسنوا تعاملهم مع الموظفين، ويبدا يكسب الناس، ويبدا يشد اللي فعلا. حتى لو انت قدامك عرض عالي او طلب عالي على الوظائف اللي عندك، ما تستغلش حاجه زي كده ان انت تبدا بقى تفتري على الناس. ادي للناس اجورها واديهم مرتبات مرضيه، وابدا يكسب اللويالتي من الناس كده. خلي الناس تحب المكان وتحب الشغل، هيبقى النتائج اقوى بكتير، هتبقى النتائج اقوى بكتير. ربنا ييسر الحال، ونبدا نركز ان احنا نصلح المشاكل اللي عندنا دي، ويا رب ربنا يكرمنا كلنا. الله غالب.